جيت ندير الشهاده ديالي لان التويزه عرفتها نفسي كرئيس للجامعه وكرئيس لنادي التويزه. الجامعه تأسست 1985 نفس الوقت التي تأسست بطبيعه الحال في الجمعيه ديال التويزه. الاهداف ديالها ديال زيادة على نشر مبادئ يونسكو عندها نفس الأهداف ديال التويزة، يعني تحسيس الشباب بالحماية والمحافظة على البيئة وعلى التراث، وهذا الشيء تيجي بأوراق يعني دي شونتي دي جون. وأول جمعية اللي تعاونت على الميدان التجريبي ديالها التجربه ديالها كانت هي تويزه، لاننا درنا على الصعيد الدولي وعلى الصعيد ديال الدول العربيه درنا جوج لقاءات ديال الشباب مراكش وفاس. وهذا الشيء ما تنساوش وحنا تنذكروا الان بالله لقينا اللي عندهم تجربه هما الاخوان ديال التويزه، هما اللي عاملونا في الميدان ملي تنهبطوا الشانتيي ولا تلقاو هما اللي عندهم الميدان وعملوا لنا كثر خيرهم. يعني تحسين الشباب كما قلت بالمحافظه بالحمايه والمحافظه على التراث، كان ولا بد على الشباب باش يخدموا حدا معلمين، لان المصطلح ديال المعلم ولا دابا في الناس معروف، يعني هذوك لي ماسون لي زوفريي ولا يطلق عليهم اسم معلم بجميع اللغات. مرة أخرى تنشكر الإخوان ديال التويزة وتنهنيهم على هذه المدة الطويلة اللي استمرت بالعمل الشاق وكانوا متطوعين، وهذه المدة ماشي سهلة باش تعيشها واحد الجمعية ويفضل الإخوان ديالها كلهم إخوان متفقين على عمل واحد وهو العمل التطوعي. وشكرا وهنيئا لكم.